من اول بار مروان بابلو، ودي سلسله جديده هنحكي فيها حكايه الرابرز من اول بار لحد اخر بار هم نزلوه. اول واحد معانا مروان بابلو. نبدا بالفصل الاول، التناقض. مروان احمد مطوع اتولد 22 نوفمبر 1995 في اسكندريه. مروان بابلو شخصيته اتكونت من التناقض. مش قصدي مروان بابلو متناقض، قصدي التناقض اللي في حياته، لأنه كان في مدرسة لغات وبعد كده راح مدرسة حكومة، وكان في المدرسة اللغات بيتعامل كأنه من الشارع، وفي المدرسة الحكومة بيتعامل كأنه عيل فرفور. فالتناقض ده ما خلاش لمروان بابلو مكان معين أو شخصية معينة، بس خلاه يتعامل مع دول ويتعامل مع دول ويتعامل مع ناس تانية أكتر. ما اتحكمش بمجتمع واحد، وقعد مع الناس اللي بتفطر فول وقعد مع الناس اللي بتفطر أومليت، فعارف ده دماغه بتمشي إزاي وده دماغه بتمشي إزاي. مروان قبل كده بيحكي إن هو كان بيقعد في آخر ديسك سرحان وبيقعد يرسم بس، وده ما خلاهوش شاطر في دراسته قوي زي ما احنا عارفين اكيد. دايما بفكر نفسي بالعلام صح ثم العلام. الفصل الثاني، الشرارة. علاقة مروان بابلو بالهيب هوب بدأت من وهو صغير، بدأ يسمع الهيب هوب والتراب اللي بره مصر. مروان بابلو حس ان المزيكا دي بتمثله شخصيا، لان المزيكا دي الناس بتتكلم فيها عن اثبات النفس وازاي ان هو بيدور على هوية خاصة بيه. فمروان بابلو حس ان المزيكا دي شبهه قوي. اسكندرية وقتها بدأت حركة اندر جراوند في الراب. ساعتها في اسكندرية محبين الراب بدأوا يتجمعوا في مناطق معينة، يعملوا سيركلات، يقعدوا يرابوا. مروان بابلو كان بيروح الحاجات. مروان بابلو شايف ان البيتات ما بتمثلهوش، اتعلم ازاي يعملها، وهنا بدأت الشرارة. ثالث مرحلة، داما. في 2015 مروان بابلو دخل رسميا باسم داما. في المرحلة دي كان لسه بيجرب، التراكات ما كانتش احسن حاجة، بس دي كانت البداية. الانتاج بسيط جدا بس كان بيعمله بنفسه. مروان بابلو ساعتها قدم اكتر من 40 تراك، وبالمناسبة دي في لينك في الديسكريبشن لكل تراكات داما. شكرا مريم الليجند هي اللي بعتت لي اللينك. ساعتها مروان بابلو بنى جمهور بسيط جدا وفهم السوق. والده كان عايزه يطلع محامي بس هو اختار طريق تاني خالص. ومن اول الداعمين لمروان بابلو في الفترة دي ابي يوسف، وعمل مع داما تراك اسمه تنح. وفي اواخر 2017 داما مات واختفى تماما، واختفى تقريبا سنة كاملة ورجع بشخصية جديدة، مروان بابلو بتراك الغلاف. قصت في مرة الاقي نفسي كسرت السن طلع لي ناس شفتوا مني ده الغلاف. دلوقتي الليركس مختلفة، البيت مختلف، الأداء نفسه مختلف، في شخصية واضحة. في نفس السنة دي عمل أول إعلان ليه في حياته، وكان فويس أوفر إعلان لشوكولاتة مورو. الراب مفهوم غلط وسط الناس في الشارع، تحس إنه منبوذ بس هو في الأول وفي الآخر فن. نقل الراب للمينستريم أخيرا. بعد الغلاف على طول بابلو نزل تراك عايز فين، والتراك كسر الدنيا يا جدعان. والسادات أخد التراك ده وعملوا مهرجان، واللي فهمته إن مروان بابلو ما كانش مبسوط بالريميكس اللي عمله السادات، وبعد كده الريميكس ده اتشال، وبعديها بفترة التراك كله اتشال بسبب الجملة المشهورة اللي احنا عارفينها. وفي نفس السنة دي اتعرف على ويجز. في الفترة دي اتعرف على ويجز بسبب فايفو. هما الاتنين كانوا بيعملوا تراكات شبه بعض، فلقوا نفسهم مع بعض وعملوا 3 تراكات سوا، مش تراكين زي ما الناس كلها عارف. عملوا دايرة على المصلحة واللي ما كانش سبب المشكلة، وتاني خلينا اصحاب احسن، وتالت واحد منزلش كان فيتشر مع السادات معاهم. نوصل للحتة المهمة، الخلاف مع ويجز. السبب ما كانش دايرة على المصلحة على حسب كلام ويجز، السبب الحقيقي ان هما كانوا بيتجمعوا في استوديو وبيشغلوا تراكات بعض اللي لسه ما نزلتش، ده يكتب برات نكش على ده على التراكات اللي لسه ما نزلتش اصلا، وحصل بينهم خلاف. بس المشكلة ساعتها كانت بسيطة، كانت ممكن تتحل بسهولة، بس لايف اعتزال مروان بابلو غير كل حاجة. والله ويجز شاطر بس ويجز ستايله اتغير بعد ما بقى معانا. مروان بابلو كان اكتر رابر بيتسمع في مصر تقريبا هو وويجز مع بعض. وفي فترة 2018 و2019 بابلو نزل لنا تراكات قوية جدا جدا جدا، زي تراك ابو مكة وفولكلور وبواكز وكاس. كل التراكات دي نقلت الراب من حتة الاندر جراوند للمينستريم. وفي 2019 نزل التراك اللي عمل النقلة دي بجد، الجميزة. الجميزة يا جدعان كان بيتسمع في مصر كلها، وساعتها الناس هجمت مروان بابلو، ايه اللي انت بتعمله ده وايه المزيكا الغريبة دي. بس كل ده بنى شهرة لمروان بابلو ونقل الراب في حتة تانية خالص. ووصلنا اخر 2019 ونزل اقوى كليب في السين ساعتها، فري. التراك ده نقلة في الفيجوالز في مصر كلها يا جدعان. كليبات قبل فري حاجة والكليبات بعد فري حاجة. عمل زي زويل فيزياء عندي كيف، لو سألوني ليه الفن عندي دير مش هقول دسات نيجا قعدوا كيف. الإعلانات
في شهر 6 2019 مروان بابلو وأبي يوسف اتعاونوا سوا وعملوا إعلان شيبسي وبيبسي، كان بمناسبة أفريقيا. هجوم العب وانتو بص على الجون قبل ما تشوت بلاش الترقيص ده اعمل معروف. وبصراحة الإعلان كان قوي جدا واتشهر. وفي ديسمبر 2019 اتسرب إعلان بيبسي بلاك بسبب مديرة أعمال مروان بابلو. بتخش ننتش كتير ما تعدش هاخدها وما كدبتش. وده خسر مروان بابلو كتير واضطر إن هو ينهي الشغل مع مديرة أعماله دي. وفي يناير 2020 نزل إعلان بيبسي بلاك مع أبي يوسف كمان. بنخش ننتش كتير ما تعدش هاخدها يومك الاعتزال. مروان بابلو فجأة مسح كل حاجة، مسح كل التراكات اللي على اليوتيوب، مسح كل البوستات بتاعته، نزل الستوري بتاعت أنا بتوب لربنا محدش يقول لي يرجع. يعني انا مش عايز اتفاخر بحاجه، خلاص انا كل دوت خلاص، انا مش فارق خلاص. بح. بعد الاعتزال بفترة مولوتوف البروديوسر الجامد جدا سرب لنا تراك ديناميت. مفيش حد الحب الجالب فكر روح اتكلم سالم فرغها معاهم دي بالقالب وابقى الطالب بالمثال. ونزله رسميا من غير اذن مروان بابلو. ساعتها التراك فايرال جدا لان مروان بابلو ساعتها كان مفايرال بسبب سايفر المعادي. مروان ساعتها طلع لايف وهاجم مولوتوف لان هو كان ساعتها بيتكلم على حقوق الملكيه وراح منزل تراك من غير اذن. اقفل الكلام، التراك قديم متسجل من فتره كبيره قوي 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 السنه اللي فاتت. فحس بشويه تناقض من عند مولوتوف بس التراك نزل في الاخر. ضلنا الفتره دي كلها مستنيين رجوع مروان بابلو بس ما حصلش حاجه لحد فبراير 2021. في يوم اتسرب فيديو لمروان بابلو وهو بيصور كليب جديد. كل الناس ساعتها قالت بابلو راجع بابلو راجع بابلو راجع. بعدها بيوم على طول نزل تراك غابة وكسر الدنيا. كلامكم كله نسيل الشفق اول ما جيت حلت البركه. حرفيا اليوتيوب كان بيعلق، حرفيا بيعلق مش مستوعب المشاهدات، ودخل طبعا ترند عالمي كده. وبعدها بشهرين نزل ألبوم كنترول والصراحة الألبوم كان رايق. وبعدها اختفى لمدة سنة ورجع لنا بكليب بربري اللي كسر الدنيا برضه ودخل ترند عالمي. انت رخيص يا صاحبي معايا سعر زميلي قول لهم ان الحق مش مال. مروان بابلو في 2022 نزل تراكات قوية جدا زي بربري وراكور والحلال، كل ده تمهيدا للألبوم آخر قطعة فنية. مروان بابلو في الألبوم ده وصل فكرة إن هو لسه مش متأكد من قرار الرجوع للمزيكا. يفهمنا في الألبوم إن هو لسه بيفكر في الاعتزال. والألبوم ده كان فيه تراكات قوية جدا زي تراك المبدأ اللي نزل كليب بعدها ب3 شهور كسر الدنيا حرفيا بسبب الرسائل المخفية اللي كانت فيه. في نفس الألبوم برضو نزل أقوى تراك بالنسبة لي لمروان بابلو وهو تراك ما طفتش. وضح لنا تغير شخصية مروان بابلو بعد الاعتزال. هو قبل كده كان عايز الفلوس وعايز عيشة نظيفة، بس بعد الاعتزال قال لك أنا جبت كذا وكذا وكذا بس أنا لسه بدور على السلام النفسي. في 2024 مروان بابلو نزل لنا اي بي محدش فهمه ساعتها، بروجكت بلو بيم. مزيكا مختلفة، ليركس مختلفة، فيجوالز مختلفة تماما. مش تلاقي بضاعتي على اي باي او كارفور لو شفناها في ايدك مش هنكوبر ليه. محدش فاهم النقطة دي ساعتها. عايز تركات تهت زي المبدأ وما طفتش والحلال، بس بابلو حب يجرب حاجة جديدة في المزيكا. وبعد بروجكت بلو بيم بكام شهر نزل حب وكاشات، هو اي بي كامل فيتشر أبي يوسف. عندي بالي عمرها ما تبقى معاهم عليهم حاطين بناكل عيش على قفاهم. صراحة الاي بي ده كسر الدنيا. نسيت وانا بصور الفيديو ان انا اذكر ان مروان بابلو ريد بول اختارته عشان يعمل اول حفلة سيمفونيك في مصر، ريد بول سيمفونيك مع مروان بابلو، ودي كانت خطوة كبيرة وما حصلتش في مصر قبل كده، وخطوة بتثبت تأثير مروان بابلو في المزيكا عامة. اختفى لحد عيد الفطر 2025 ونزل ساعتها اي بي انحراف. اغانيك دي ولا اعلاناتها هل دي اقصى امكانياتها؟ واللي مروان بابلو حب يجرب فيه مزيكة الريج والصراحة عملها بشكل ممتاز. الخلاصة ان مروان بابلو تطور شخصيته باينة جدا في المزيكا بتاعته، من اول داما لحد التراكات اللي قبل الاعتزال للاحترافية التامة بعد الاعتزال، وبقى عنده شخصية وهدف واضحين تطور المزيكا في مصر. بس كده الحلقة خلصت. اكتب لي رأيك فيها تحت في الكومنتات، ولو مش عامل لايك اعمل لايك واعمل اشتراك وشير الفيديو لصاحبك. وبس كده السلام. نسيت بس اهم حاجه اشكر ناس معينه ساعدتني ان انا اعمل الفيديو ده زي عبد الله 109، مريم الليجند، يوسف لوجن، وطبعا الفيديوهات اللي انا حاططها من رابكا، من سين نويز. شكرا لاي حد ساهم في البروجكت ده.